لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المؤمن، خلق الله العباد من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ليعبدوا الله ويعمروا الكون متعاونين متعاضدين جيلا بعد جيل وقرنا تلو قرن، وذلك إلى أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ألا وإن بقاء النسل يستلزم ذكرانا وإناثا، تصنفهم يد القدرة على مقتضى الحكمة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وما كان لبشر أن يؤثر اختياره على اختيار مولاه عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فهو سبحانه وتعالى الذي يجيب الملك عندما تكتمل النطفة علقة فمضغة فعظاما مكسوا بلحم، ويسأل الملك فيما يسأل ذكر أم أنثى، فيجيبه سبحانه بما شاء مما اقتضته حكمته. فإذا اختار لك الأنثى، أيليق بك عبد الله أن تؤثر اختيارك على اختيار مولاك؟ ويضيق صدرك بما وهبت كارها هبة مولاك، مؤثرا هواك متشبها بأهل الجاهلية ممن كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقد روى ابن الكلبي عن أبيه قال: وفد قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله بعض الأنصار عما يتحدث به عنه من الموؤودات اللائي وأدهن من بناته، فأخبر أي قيس بن عاصم أنه ما ولدت له بنت قط إلا وأدها. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه فقال: كنت أخاف سوء الأحدوثة والفضيحة في البنات، فما ولدت لي بنت قط إلا وأدتها، وما رحمت منهن إلا بنية لي ولدتها أمها وأنا في سفر، فدفعتها أمها إلى أخوالها فكانت فيهم، وقدمت فسألت عن الحمل فأخبرتني أنها ولدت ولدا ميتا، ومضت على ذلك سنون حتى كبرت الصبية وأيفعت، فزارت أمها ذات يوم فرأيتها وقد ضفرت شعرها وجعلت في قرونها شيئا من خلوق، وألبستها قلادة جزع
وهو نوع من الخرز اليماني، وجعلت في عنقها مخنقة بلح. فقلت: من هذه الصبية؟ فقد أعجبني جمالها وكيسها. فبكت وقالت: هذه ابنتك، جعلتها عند أخوالها حتى بلغت هذا المبلغ. قال: فأمسكت عنها حتى اشتغلت عنها أمها، ثم أخرجتها يوما فحفرت لها حفيرة، فجعلتها فيها وهي تقول: يا أبت ما تصنع بي؟ وجعلت أقذف عليها التراب وتقول: يا أبت أمغطي أنت بالتراب؟ أتاركي أنت وحدي ومنصرف عني؟ وجعلت أقذف عليها التراب حتى واريتها وانقطع صوتها، فما رحمت أحدا ممن واريته غيرها. فدمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن هذه لقسوة، وإن من لا يرحم لا يرحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج ابن جرير في تفسيره عن قتادة في قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، قال: هذا صنيع مشرك العرب، فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له، وقضاء الله خير من قضاء المرء لنفسه. ولعمري ما ندري، لرب جارية خير لأهلها من غلام، وإنما أخبركم الله بصنيعهم لتجتنبوه وتنتهوا عنه. فكان أحدهم أي في الجاهلية يغزو كلبه ويئد ابنته. وفيما روى الطبراني في المعجم الصغير عن نبيط بن شريط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولد للرجل ابنه بعث الله ملائكة يقولون: السلام عليكم أهل البيت، يكتنفونها بأجنحتهم ويمسحون بأيديهم على رأسها ويقولون: ضعيفة خرجت من ضعيفة، القيم عليها معان إلى يوم القيامة. كما روى الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. رزقنا الله حسن الأدب وهدانا سواء السبيل. إخوة الإيمان والإسلام، وغدا لنا لقاء بمشيئة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد هذه الحلقة الشيخ علي عبد المقصود. لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق، عند كماله نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن المسلم حينما يقتبس من نور الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما يسير على خطاه. أيا فوز الأحبة حين قبسوا من نور النبوة ذا الجمال. جزاك الله يا أستاذ خيرا لما قدمت من طيب الفعال. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يجمعنا في الجنة جميعا كما جمعنا في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليل أقبل والوجود سكون، الليل أقبل والوجود
وهناك أحلام الخيال توافدت تسرى فتسبح في الخيال فتسبح في الخيال والروح تمضي في مجالات العلا والروح تمضي في مجالات العلا قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.